أهلا بيكم في ملخصنا الجديد. بتحكي قصة فيلمنا النهاردة عن الاضطهاد اللي حصل لمجموعة من الأشخاص وقت حكم هتلر لألمانيا، عشان هتلر كان عايز ينظف ألمانيا من أي أغراب. وتعالوا نشوف سوا واحدة من قصص الناس اللي عانت من اضطهاد الشخص ده. بيبدأ فيلمنا في الريف الألماني، وبنشوف مجموعة من أنصار هتلر بيهجموا على بيت كريستين اللي عايشة مع ابنها كوين، بس هم كانوا بيدوروا على حد تاني وهي بنتها لينا اللي كانت سمرة من عرق أفريقي، وبيتهموا كريستين إنها لوثت عرقها الألماني. بس مشي ومش معاهم حد، لأن كريستين كانت مخبياها تحت البيت في مخبأ، وبسبب الاضطهاد اللي كانوا بيتعرضوا له قررت إنها تنقل بأطفالها للعاصمة برلين على أساس إن هناك مفيش عنصرية. بس ما كانتش تعرف إن مشكلتها هتكبر معاها. وكانت لينا بتستخبى لما بتشوف حد من أعوان هتلر، وبنشوفهم في القطر وبيسألهم الجنود عن أوراقهم. وكانت لينا على اسم عيلة أمها عشان محدش يضايق بنتها وتبقى ألمانية. وبنشوف لينا في المدرسة والمدرسة بتعرف الطالبات عليها بس بطريقة وقحة شوية، بتحسسها فعلا إنها مش بني آدمة. لما بترجع لينا للبيت بتسأل مامتها عن اسم باباها، لأن المدرسة كانت عايزة تعرف اسمه إيه. بتقول لها كريستين إن باباها كان فرنسي وهي خلفتها منه واسمه مش مهم، المهم إنها ألمانية. بس كوين أخوها بيقول لها مش مهم هي بنت مين، المهم إنها أخته طيبة وهو بيحبها رغم إنها سمرة. وبدل ما يخفف عنها بيضايقها أكتر. تاني يوم بتخلص لينا المدرسة وبتمشي على الرصيف، بس الجنود بيزقوها على الطريق تاني، ولكن هي كانت خايفة عشان كانوا مرحلين مجموعة من اليهود، فخافت تمشي وسطهم. بس أخدت بالها إن في جندي ألماني مركز معاها وخافت منه. بتروح بعدها كريستين بأولادها لبيت أختها عشان تقابل جوز أختها، وكانت أختها خايفة يكون حد شافها وهي داخلة مع لينا، وهم أصلا مضطهدين فمش ناقصين. وعشان كريستين تعرف تتكلم براحتها بتخلي لينا تاخد أخوها وتروح تجيب عيش، بس خالتهم طلبت منهم تطلع من الباب الخلفي. بس لينا بتقف بره على الباب وبتسمع الحوار اللي بيدور بين أمها وجوز خالتها اللي ما كانتش عايزاها تيجي هنا عشان عمه اتاخد من يومين، وفضلوا يعذبوا فيها عشان فاكرينه يهودي ومش عايزين مشاكل تانية بسبب عرق بنتها. بس كريستين بتعرفه إن بنتها ألمانية وهي عايزة أوراق تساعد بنتها تمشي بأمان في البلد، بس بيرفض يساعدها لكن بتترجاه يتصرف عشان محدش ياخدها منها. أما لينا وكوين بيروح المحل العيش، والشاب اللي كان شغال هناك طيب وبيعاملها حلو عكس باقي الناس اللي كانوا شايفينها أقل منهم. بالليل بنشوف لينا بتجهز أخوها عشان مجبر إنه يروح معسكرات مع شباب يتعلموا عن هتلر، ولكن مامته قبل ما يمشي بتقوله إنه غصب عنها لازم تسيبه، بس هي عايزاه ما ينساش أبدا اللي هي علمتهوله وما يكرهش أي حد، وبتسيبه ينزل بعدها لأصحابه اللي كانوا تحت البيت. تاني يوم ولينا رايحة للمدرسة، الجندي اللي شافته أول يوم بيخبطها بعجلته ووشها بيتجرح، وبتفكر مامتها إنه قصد اللي عمله، فبتتخانق معاه وبتاخد بنتها عشان تنظف وشها. والجندي اللي بنعرف إن اسمه لوتس بيتأسف لها عشان كان غصب عنه، لكن كريستين مش بتصدقه. بيطلع بعدها لوتس لمكتب القائد العسكري واللي بيكون باباه واسمه لويز، واللي بيكون شايف اللي حصل من شباك أوضته ومش عايز ابنه يتعامل مع النوع ده من الناس. أما كريستين بترجع بلينا البيت عشان تعالج وشها، لكن بتفرح لما بتلاقي إن وصلها جواب من جوز أختها، فراحت تقابله عند المحكمة وسلمها ورق لبنتها بس مزور، وعرفها إن محدش هيعرف إنها مزيفة، بس بنتها لازم تمضي عليها، وبيحذرها إن حد يعرف إنه هو اللي بعتهم لها. بالليل بترجع للبيت وبتقول لبنتها تمضي الورق، بس بترفض عشان هي ألمانية بالولادة وحقها تمشي من غير ورق، بس مامتها بتعرفها إنها مجبرة تمشي بورق عشان ما ياخدوهاش منها، وغريزة الأمومة اللي عندها بتحتم عليها تخاف عليها. تاني يوم في المدرسة كانت لينا قاعدة في الفصل، بس بيدخل مجموعة من الجنود وبيطلبوها، وبعدها بنشوفها وهي راجعة للبيت جري وبتعيط، وبنعرف إنها اترفضت من المدرسة ومش هتروح تاني. بس مامتها كانت مبسوطة إنها رجعت سليمة، بس عليها إنها تشتغل دلوقتي عشان ده إلزامي على كل الستات اللي ملهمش رجالة ينزلوا ويشتغلوا. فتاني يوم بتروح مع أمها الشغل، وهي راجعة منها بيشوفها لوتز، وباباه بياخد باله إنه مركز معاها وخاف عليه، وفعلا مشي لوتز وراها بعجلته وكان مستنيها قدام، وعرفها إنه مش جاي يضايقها، هو بس عايز يتأسف على الخبطة اللي حصلت لها بسببه. بس لينا بتستلطفه وبتحس إنه طيب مش زي باقي الجنود، خصوصا إنه طلب يقابلها تاني. تاني يوم بتحصل حاجة مرعبة، وبنشوف الشاب اللي شغال في فرن العيش والجنود بتعذبه بعد ما عرفوا إنه يهودي وخبى عليهم، وللأسف قتلوه في وسط الشارع. ولينا شافت اللي حصل وكانت مرعوبة، ولما رجعت البيت سألت مامتها لو شافت اللي حصل، فقالت لها أيوة،
وإنه ظلم عشان محدش يقدر يقتل حد عشان مختلف معاه في العقيدة، لكن كوين كان مختلف معاهم في الفكر، وعرفت الأم إن الندوات اللي بيحضرها لهتلر بدأت تغيره، وحذرته إنه يقول الكلام ده تاني أو يكرره ولا يكره أي حد لمجرد إنه مختلف عنه. في بيت لوتس كان باباه بيعرفه إنه هيسافر قريب لمهمة، فبيسأله لو هيروح الحرب، لكن باباه بيقوله إن في ناس تانية بتحارب بدلهم وهو مش هيضحي بيه لأن هو نفسه مش بيؤمن بمبادئ هتلر. تاني يوم لينا بتشوف أخوها ماشي مع زمايله، فبتنزل تسلم عليه، لكن بتلاقي الكل بيبص عليها، فبتجري وهي متضايقة من اللي حصل، بس بتمشي وراهم لحد ما بتوصل الغابة، وبتشوف أخوها وهو بيتدرب على الرماية، وكان لوتز من اللي بيدربهم، وبيشوف لينا من بعيد فبيروح وراها وبيعرفها إن وجودها هنا خطر، وبيسألها لو تعرف كوين، بتقوله إنه هيبقى أخوها، فبيستغرب بس بتعرفه إنه مش من نفس الأب، وباباها كان جندي فرنسي في الجيش، ومامتها ألمانية واتعرفت عليه وخلفتها منه لما عمرها 16 سنة بس. لوتس بيعرفها إنها جميلة وتشبه مغنية صورتها في بيتهم، فبتفرح إنه شايفها حلوة مش قردة زي ما الناس بيقولوا عليها، فبياخدها لوتس يقعدوا على البحر شوية، وبيعرفها إنه بيحب المكان ده عشان هادي، وهي بتكون مبسوطة وهي قاعدة معاه، بس بتعرفه لينا إن عمرها ما نزلت البحر عشان كان الناس بيحرموه عليها بسبب لونها، فعشان يفرحها لوتس بيفضل يلعب معاها بالمية، وبقت تتكرر زيارتهم للمكان ده كتير ويتقابلوا فيه كل ما يكون متاح ليهم. وفي يوم لوتس أهداها الخاتم الخاص بيه، بتسأله لينا لو هيشارك في الحرب، بيقول لها إنه عايز بس بابا رافض، فبتقوله إن باباها كان جندي وحارب هو كمان، بس قالها لو حارب لحساب ألمانيا، بس ما عرفتش ترد. ولما رجعت لأمها سألتها لو باباها كان بيحارب في صفهم ولا ضد ألمانيا، فبتصارحها بالحقيقة إنه كان سنغالي وبيحارب ضدهم، بس هي حبته وكانت هي ثمرة حبهم. بس لينا اتعصبت أكتر عشان مامتها خلتها عدوة لبلدها مرتين، لما جه لونها أسمر، والمرة التانية لما عملت علاقة مع عدوها، بس كريستين بتحذرها عشان هي ماشية على خطاها وبتحب ابن نازي، ولو باباها عرف بعلاقتهم سوا هيقتله قبل ما يقتلها هي نفسها. تاني يوم وهي راجعة من الشغل بتشوف لوتز، وبتعرف مامتها إنها عايزة تشوفه، وبتكذب إنها نسيت الجوانت بتاعها، فبتعمل نفسها راجعة تجيبه، بس مامتها عرفتها إنها تستناها، أما هي بتروح تقابل لوتز اللي بيخبيها من الجنود وخاف يشوفوها، ولينا عرفته إن مامتها عارفة بعلاقتهم وحذرتها تقابله تاني، وبتسيبه وبترجع تلاقيها مستنياها، وبتعرفها إنها مش هتسيبها تغلط نفس غلطتها لأن مامتها سابتها في الوقت ده بس، وهي مش هتعمل زيها. في المعسكر بنشوف كوين بيتدرب مع زمايله وبيذكر أصحاب البشرة السوداء بألفاظ وحشة، فلوتس بيتضايق لما بيسمعه وبيضربه، وبيقول له إن اللي بيتكلم عليهم تبقى أخته واحدة منهم. بيرجعه بعدها للبيت، بس لينا بتشوفه وبتعرف إنه زعلان، فبتدخل وراه وبتسأله لو لسه بيحبها زي الأول، فبيقول لها لأ، وبتزعل عشان أخوها بدأ يكرهها هو كمان. بس في نهاية اليوم بيناموا التلاتة جنب بعض، بس بيلاقوا الجنود بتقتحم بيتهم وبيسألوا عن ورق لينا، ولما الأم بتديهم الورق بيولع فيه المسؤول وبيقول لها مش عشان معاها ورقة هيقبلوها، وبتحاول كريستين ولينا يطفوها بس كانت انتهت خلاص، وبتطمن كريستين بنتها إنها تعمل لها ورق جديد. أما لوتس كان بيتخانق مع باباه عشان عايز يروح للحرب، بس هو رافض ومش عايز يضحي بيه، وبيعرف إن باباه نفسه مش بيؤمن بهتلر ومغصوب إنه ينفذ الأوامر وبس. تاني يوم كانت لينا رايحة تقابل لوتز، بس الجنود كانوا في الطريق وبيمسكوا أي حد شاكين فيه، فلينا استخبت بسرعة ولوتز ربط شعرها علشان محدش يعرف إنها أفريقية، وأخدها ومشيوا بسرعة لبيته لحد ما الدنيا تهدى، وطمنها إن باباها مسافر والبيت فاضي عليهم، وبياخدها يفرجها على المغنية اللي كان بيتكلم عنها، وكمان بيسمعها موسيقى وبيرقص معاها. بس لما بيشوفوا الجنايني بيخافوا، لكن لوتس بيطمنها إنه أعمى لكن بيسمع، فبتسكت لحد ما يمشي، وبعد ما بيمشي بيعرفها إن باباه سافر ووصل جناين عليه، وإنه في مهمة لنقل اليهود من مخيمهم الحالي لمخيم تاني بسبب الحرب. للأسف اليوم مش بيعدي عادي، والاتنين بيغلطوا غلطة كريستين مرة تانية، وفي نهاية اليوم بيوصلها لوتز لبيتها، لكن الجنود بيسألوه إيه اللي مخرجه في وقت متأخر كده، وطبعا حاول يلهيهم لحد ما لينا تهرب وتدخل بيتها، بس بتتفاجئ إن بيت جارتها مقفول عشان أخدوها لأنها يهودية. تاني يوم كريستين بتعرفها إنها مش هتسمح لها تشوف لوتز مرة تانية عشان في أي لحظة ممكن يسلمها في أي وقت، وهم ماشيين بتخبط في جندي ألماني وبتأسف لها، بس زميله بينادي عليهم وبيسألها عن ورق لينا، فبتعرفوا إنها بنتها، لكن الجندي بيعاملها وحش وبيكون عايز ياخدها، بس كريستين بتدافع عنها وبتقول لهم ياخدوها بدلها، وفعلا بياخدوها بدل بنتها، وبتقعد لينا تعيط في الشارع ومش عارفة تعمل إيه ولا مامتها هتروح فين. بترجع البيت وبتكذب على كوين إن أمها سافرت لشغل وقريب هترجع تاني، بس لما تخلص الشغل ما قدرتش تقوله طبعا الحقيقة. تاني يوم بتروح تسأله عن لوتز، بس بتعرف إنه سافر للحرب، ولما بترجع البيت بتكتشف مصيبة جديدة وهي إنها حامل، فما بقيتش عارفة تعمل إيه،
ولا تهتم بأخوها اللي بتروح تسلمه لخالتها، بس بتقف بعيد وبتبص عليه لحد ما بيدخل البيت. وهي في طريقها للشغل بتلاقي الجنود بيفتشوا اللي ماشي وللأسف مش معاها أوراق، وكان اليهود بيهربوا منهم فاستغلت الوضع عشان تهرب، بس أخدوها هي والباقيين ونقلوهم لمعسكرات اليهود، وهناك بتشوف أسوأ معاملة. وبتسألها المشرفة لو هي زنجية، بس بتقول لها إن أمها ألمانية، لكن المشرفة بتقول لها بلاش تقول كده علشان ده هيخلي وضعها أسوأ. وبتحلق لها المشرفة شعرها هي وباقي السجينات، وبيسلموهم لبس خفيف جدا ما يدفيش من برد الشتاء اللي يموت. وبتستلم لينا شغلها في المطبخ، وبتعرفها المشرفة إنها تمسكها المنصب ده عشان هي بس ألمانية، وبتقول لها بلاش تحاول تخالف الأوامر وإلا هتموت قبل ميعادها، يعني مهما حصل هيكون مصيرها الموت. وبنشوفهم وهم واقفين طابور في عز البرد ومش قادرين يقفوا، وفي بنت اسمها هيرمن كانت هتقع بس بتلحقها لينا، وبيروحوا بعدها لمكان النوم، وبتكون رجل هيرمن بتنزف من البرد وعشان جزمتها أصلا مقطوعة فبتساعدها لينا تلف رجلها بقماش عشان الدم اللي بينزف منها. وبنعرف إن حالتهم وحشة جدا لدرجة إنهم مش بيقدروا يطلبوا لبس بدل اللي إيدم عليهم وتقطع. أما هيرمين بتقول لها إن بطنها باينة ولو حد عرف إنها حامل هيقتلوها وطفلها هيكون ضحية ليهم، فلازم تخبي على قد ما تقدر. تاني يوم بنشوف لينا قاعدة تبص على الدنيا من ورا السلك الشائك على أمل إن يجي يوم وتخرج من هنا. بيعدي الخريف وبعده الشتاء والتلج بيغطي المعسكر، ولسه لينا زي ما هي بتساعد هيرمن كل ما بتقدر بسبب إنها بتنزف كتير وبتتعب، وبتعرفها إنها تسرق لها أكل من المطبخ عشان تبيعه وتشتري جزمة. تاني يوم بنشوف هيرمن وهي بتلف بطن لينا عشان تخبي حملها وبطنها اللي بدأت تكبر وهتفضحها، بس لينا كانت بتتألم وهيرمن قالت لها تتحمل شوية وهتتعود لأن الألم ده مش هيبقى زي اللي هيحصل فيها. وفي يوم كانت لينا في المطبخ وبتسرق بطاطس قبل ما تطبخ لهيرمن وبتخبيها في لبسها، بس وهي خارجة بيها كانت خايفة وبان عليها التوتر، وواحد من الجنود وقفها عشان يفتشها وقال لها إنها سرق أكل من المطبخ وأمرها تتفتش، بس هي كانت خايفة لأن سر حملها يتكشف مش عشان إنها سرقت وبس. لكن أخيرا الدنيا بتضحك لها وبتلاقي في وشها لوتيز اللي بيوقف الجندي وبيقول له يسيبها له هو هيفتشها، وكان مصدوم إنها جت هنا وعرفها إن المفروض كان مسافر للحرب بس نقلوه لمعسكرات اليهود، وبيكون زعلان عشانها جدا، بس هي مش مصدقة إن البني آدم اللي حبته بيخدم في معسكرات تعذيبها. بترجع بعدها لأوضتها مع هيرمن وبتديها البطاطس، لكن هيرمن كانت جعانة وبتاخدها تاكلها وهي نية. أما لوتيس بيروح يسأل باباه جابه هنا ليه، فبيقول له عشان تبقى جنبي، لكن لوتيس بيتعصب عشان كان المفروض يروح يحارب. تاني يوم مولر بيشوف لينا وهي بتنظف الإزاز وبيكون عارف إن بينها وبين ابنه علاقة وخاف على ابنه. بتروح بعدها لينا تكمل شغلها، بس بتتفاجئ إن لوتيس بيطلب من المديرة إن لينا تروح معاه عشان عايز حد قوي يساعده، فبتروح معاه وبياخدها المبنى لسه بيتبني وبيكون معاه أكل ليها وعايز يعرفها إنه جه هنا غصب عنه ومش عايزها تكرهه وقريب هيحاول يخرجها من هنا، بس لينا بتعرفه إن دي حاجة مستحيلة. لكن لوتيس مش بيستسلم وبيفضل كل يوم يقابلها ويجيب لها أكل وبيكتشف إنها حامل وبيسألها لو حد أذاها هنا، بس بتعرفه إن ده طفلهم، فبيفرح وبيوعدها إنه هيخرجها من هنا وهيهرب هو كمان معاها. تاني يوم كان الوضع في المعسكر وحش جدا عشان القوات الأمريكية قربت وقدرت إنها تخترق الحدود الألمانية ولازم يسيبوا المعسكر بسرعة، لكن مولر بيخلي لوتيز يقعد جنبه عشان يشوف لينا وهي بتشتغل ويعرف إن هو ده مصيرها، بس بيرفض إنه يقبل الوضع ده. تاني يوم بتصحى هيرمن مش بتلاقي جزمتها جنبها وبتلاقيها اتسرقت، ولما بتحاول تعرف لو البنت اللي جنبها سرقتها بتلاقيها ماتت، فبتعرف إن هي كمان هتموت. وقت الطابور فعلا الجندي بيسألها عن جزمتها فبتعرفه إنها اتسرقت وللأسف بيخلص عليها، ولينا مش بتقدر تمسك نفسها وبيغمى عليها من اللي بيحصل. لما بتفوق لينا بتكون مصدومة وخايفة وبيقابلها لوتيز وبيعرفها إنه هيخرجها من هنا، بس هي بقت مؤمنة إن ده هيكون قبرها زيها زي هيرمن. الاتنين فضلوا يعيطوا مش عارفين يعملوا إيه، بس لوتيز بيوعدها إنه هيتصرف. بيروح بعدها لباباه اللي بيقول له يجهز نفسه عشان هيمشوا لأن الأمريكان قربوا، بس بيرفض وبيعرفوا إنه مش هيسيب لينا لأنها حامل منه، بس باباه بيقول له إن هو وهي هيموتوا، لكن لوتيس بيعرفه إنه مش هيسيبها وبيروح لها بالليل وبيديها لبس عسكري علشان تلبسه ويهربوا، بس مش بيلحق لأن بتحصل غارة على المعسكر والكل بيهرب للخنادق. وتاني يوم بنشوف الجنود بيجمعوا كل السجينات عشان يخلصوا عليهم،
أما القادة كانوا بيحاولوا يهربوا، ولوتيز رفض إنه يمشي من غيرها وجري يدور عليها وسط السجينات، بس قبل ما يوصل ليها بيقتلوا باباه قدام عينيها وبيمشي، وبيسيبوا السجينات في المعسكر لمصيرهم اللي محدش عارفه. وبعد وقت بتوصل القوات الأمريكية وبتاخد لينا اللي كانت مظلومة لسه، وبنشوفها بعدها وهي حالتها متحسنة وبيعتنوا بيها في معسكرات الأمريكان. وأخيرا بتقابل أمها وأخوها في المعسكر وبيتجمعوا من تاني، وكانت متفاجئة من حمل بنتها لكن بتطمنها إنها تفضل جنبها. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.